طبعا احنا في الصاله اسمها الصاله المستعرضه، دي صاله بتتعلق بمناظر عاديه جدا زي اللي شفناها، انه زي المشهد ده مثلا، هو كل المشاهد مكرره، انه الملك رمسيس الثاني بيقدم قربان الى الاله اتوم اللي هو سيد هليوبلس. وده مشهد اسمها الغرفه اللي احنا فيها دي، غرفه المستطيله دي اسمها الغرفه بتاعه القرابين او المقدمه بتاعه اهم اوضه موجوده في المعبد. دي اهم اوضه اللي احنا داخلينها دي، اللي هي اسمها قدس الاقداس. قدس الاقداس لا يحق الا الاثنين بس دخول هذا المكان. يعني زمان احنا ما كناش نعرف نخش المكان ده، كان يخشوا بس الملك وكبير كهنه المعبد. وبالتالي هذا اللي بيمثل الحاجه الخفيه للالهه. احنا عندنا هذه الصاله بتنتهي في الجدار الغربي باربع تماثيل مهمه جدا من اليمين للشمال. الاله اللي براس الصقر وعليه قرص الشمس وحياه الكبرى، ده اسمه الاله رحر اخت اله الشمس. يليه ولاول مره او من المشاهد النادره انك تلاقي ملك يضع نفسه في قدس الاقداس، وهو الملك رمسيس الثاني اللي هو الثاني من الناحيه اليمنى. الاله ابو رشتين الطوال دول الاله امون رع اله الدوله في الاقصر، والاله اللي بدون راس في الاخر ده الاله بتاع اله منف، وطبعا راسه فقدت. المفترض زمان كان المفروض الملك او الاله الملك او كبير كهنه بيجوا هنا، وكانت في هنا زحافه خشبيه على القاعده الحجريه اللي قدامنا دي، وهي المشهد نفس المشهد ممثل هنا اهو، ادي القاعده وادي الزحافه هنا اهو، ويجي مركب من المراكب تتحط فيها تمثال الاله، ويجي هنا يقدم قربان ويغير ملابس ويدهن الاله ويبقى فيه تقصير. ميزه هذا المكان اللي هو نادر في الحضاره المصريه ان الشمس، اشعه الشمس تقطع المسافه. شايفين الجبال في اقصى الشرق من المعبد هناك ده، بتيجي من هناك مباشره ولمده مسافه 60 متر تدخل على تمثال الملك رمسيس الثاني مباشره اللي هو تاني تمثال، وتقعد لمده تلت ساعه موجوده في 22 اكتوبر وفي 22 فبراير. زمان كانوا بقى الناس خطأ بيقولوا ان هو عيد ميلاد الملك، عيد ميلاد الملك وعيد تتويجه. عيد ميلاد الملك نحن ليس لدينا سجلات المواليد في مصر القديمه عشان نعرف الميلاد باليوم والشهر والسنه، وحتى السنوات بتترحل من آن لآخر في اكتشافات الأثرية، وبالتالي ليست لها علاقه بالمولد وليست لها علاقه بالتتويج، لان تتويج الملك كان في 18 يونيو. طيب ماذا يمثل هذان اليومين في المعبد؟ لما نرجع للسنة الفلكية القديمة، السنة الفلكية عند قدماء المصريين، نلاقي إن السنة بتتكون من 3 فصول، اللي هو الأخت أول فصل الفيضان، يليه فصل البرت اللي هو فصل الشتاء أو الزراعة، وآخر فصل اللي هو الشمو أو الحصاد. 3 فصول دول أول فصل بيبدأ بيوم 21/6 ده بره. تاني فصل اللي هو برت بقى بيبدأ ب21 أكتوبر. طيب والثالث بيبدأ ب21 فبراير. طب احنا بنقول 22 و22 لأن المعبد زمان في الموقع القديم كان بيبقى يوم 21 الشمس بتخش، و21 الشمس بتخش في الشهر الثاني. إنما احنا غيرنا خطوط الطول والعرض ورجعنا المعبد هنا، فتغيرت بالتالي دخول الشمس، تأخرت يوم كامل، فأصبحت 22 و22. إذن فاليومين دول بيمثلوا 21 أكتوبر و21 فبراير، أول يوم فصل الزراعة وأول يوم فصل الحصاد. طب ده مهمين جدا ليه؟ لأن المعبد ده على بعد من العاصمة من 500 كيلو، وبالتالي لازم يبقى فيه إعلام فلكي للمحليين يحدد لهم أول الزراعة وأول الحصاد، وبالتالي المعبد هيبقى منشأة تزدهر اقتصاديا، لأن كل واحد هيجي بالقرابين بتاعته ويقدمها إلى الآلهة، وبالتالي اقتصاد المعبد هيعلو. فإذا اليومين اللي هم يمثلوا 22 أكتوبر و22 فبراير هو أول يوم في فصل الشتاء وأول يوم في فصل الحصاد أو الصيف.